رئيس مدير جمعية إنقاذ طفل من حقه يعيش بدمنهور البحيرة. اللي حصل إن الأم والأب اختلفوا اختلاف شديد جدا ما بينهم وبين بعض، والأم تخلت عن الأطفال، وكان لها سابقة قبل كده من زوج أول وزوج تاني وبرضه رمت أطفالها. للأسف الأب كمان لا يتحمل المسؤولية حاليا، وإحنا أجبرناه إن هو يتكفل بالولاد النهاردة بس لغاية بكرة، لغاية ما نشوف شكل قانوني للموضوع ده من أوله لآخره. المستشار القانوني للجمعية عندنا قال لنا إن في خطورة إن أي حد ياخد الطفلين دولت في ظل المحاضر اللي حصلت ما بين الأب والأم. ممكن الأم في أي لحظة تقول إن حد خطف عيالي، فاللي هيكفلهم دلوقتي في بيته في خطورة عليه. عشان كده إحنا حاليا بنعمل شكل قانوني للموضوع. الأب بكرة رايح لمحكمة الأسرة يعمل طلب ان الام تاخد ولادها، وده طبعا مش هيحصل، فهي الام مش هتاخد الولاد، بس عشان يبقى الراجل في امان لما يودي ولاده لاي حد يكفلهم. الاب مش هيكفل الولاد خالص للاسف. هو الراجل بيقول اي حد يكفلهم داخل محافظة البحيرة او في دمنهور ان امكن حد يكفل الولاد دول، وانا مستعد نشوف دادة للولاد تعيش معاهم او هم يعيشوا معاها. والشكل القانوني هيكون المكان اللي هم هيعيشوا فيه لو في شقة حد، يعني هيتم استئجار غرفة في الشقة ديت بعقد إيجار، وده جائز قانونا إنه يتعامل عقد إيجار باسم أبو الولاد، عشان ما يجيش أي حد في أي وقت يتهم الأسرة اللي بتكفل الطفلين أو اللي بيربوا الطفلين إن هم خاطفينهم. لا والله، ده هم الطفلين ساكنين في الغرفة ديت، وادي عقد الإيجار بتاع باباهم أهوت، وإحنا إن شاء الله بنكفلهم وبنرعاهم مقابل أجر رمزي الأب بيدفعه، وهيبقى في عقد اتفاق ما بين الناس اللي بتكفل الطفلين والأب. الأب ممكن ياخد الولاد في أي لحظة، أيوة ممكن ياخد الولاد في أي لحظة. عشان كده أنا ما بدورش على مين يكفلهم كفالة كاملة نهائيا. فحاليا في مشكلة إن الأب وارد يجي في وقت من الأوقات يقول لي أنا محتاج أخد الولاد.